تخيل تعمل 50 تمرين بطن كل يوم لمدة 30 يوم. فاكر انهم هيطلعوا لك 6 باك ولا هتتعب اسبوعين وتستسلم؟ استنى بس وخليني اقول لك اللي هيحصل بالظبط. اليوم الاول اول 15 عدة سهلة جدا، هتقول ده لعب عيال. بعد ال 25 نار قايدة في بطنك، عند ال 40 عضلاتك بتترعش، واخر 10 عدات بتحارب عشان تخلص، واول ما تقوم تقول مش هعمل كده تاني. اليوم الثالث حتى وانت بتضحك بطنك بتوجعك، تقوم من السرير تحس بشد جامد، عضلاتك ناشفة ومشدودة، بس خليك فاكر الألم ده معناه إن جسمك بدأ يتغير. اليوم السابع هتلاحظ فرق، نفسك أطول، تجيب 20 عدة ورا بعض من غير ما تقطع، عضلات الكور بقت ماسكة ظهرك أحسن، ولو وقفت قدام المراية مفرود ممكن تلمح أول خط خفيف. اليوم 14 وقفتك بقت أعدل، بطنك مش بارزة زي الأول، بس هنا أغلب الناس بتغلط، لما ما يشوفوش عضلات واضحة بيوقفوا، والمشكلة إنهم كانوا قريبين جدا من النتيجة. اليوم 21 الموضوع بقى عادة، مش محتاج تحفيز، جسمك هو اللي بيطلب التمرين. اليوم 30 دلوقتي عضلات بطنك أقوى بكتير، ممكن تزودهم 100 وتقسمهم مجموعتين عادي، بس خد بالك لو نسبة دهونك عالية العضلات هتقوى لكن مش هتبان غير لما تظبط أكلك وتقلل دهونك. يعني 50 عدة بطن هيبنوا عضلة، لكن لو مستني الكرش يختفي من غير عجز سعرات يبقى بتحلم. السؤال دلوقتي مش هتعملهم ولا لا، السؤال هتستحمل 30 يوم؟ جرب وقولي.